وجود هذه القضية. مثلا نعطيك مثال بسيط، زي الآن كنت تتكلم أنت عن الإرهاب مثلا، هنا تلقى كل الناس واش يقولوا؟ ردوا الناس هذو اللي راهم متهمين بالإرهاب راهم يستندوا في تبرير أعمالهم أن فكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومشايخ من أهل العلم السلفيين الناس المعروفين بالفضل وغير ذلك. احنا عندما نعترض عن الفكر مش لأنه هو خاطئ جملة وتفصيلا لا، ولكن لأن فيه ما يمكن أن يجعل الناس اللي ما عندهاش عقل، الناس اللي ما عندهاش علم كافي، الناس اللي ما عندهاش فقه كافي، يجعلها تكون ضحية للتفرق. هذه الفتنة اللي وقعت بين الإخوة الإباضية والمالكية في هذا المجال. الاستعداد بتاع الاستعداد بين الطائفتين موجود. لماذا؟ لأنه كاين عقلية في روح الناس. فأنت أنا نعطيك مثال بسيط في القراءة واحد الوقت قديمة هذه في الستينات. في الستينات اسمع مليحة، في الستينات كان الكرة الماتش نتاع كرة واقع. أنا شايف الماتش تاع كرة مانيش عارف اثنين لاعبين داخل الملعب، وقعت انتقلت العدوى في الصدام بين أفراد يعني الفريقين، برغم من أن الفريق الثاني هو ماهوش من القرارة أصلا. يعني حنايا كي جينا بالأصل جينا نسيبورتيو الفريق نتاع بلادنا تاع القرارة، وكان أغلب الناس اللي فيه يعني إخوة إباضية كلهم تقريبا اثنين، واحد من اثنين فقط من الإخوة المالكية، ولكن الناس كل جات تسيبورتي هذا الفريق تاع البلاد. فهنا وقعت الفكرة، وقع الضرب. الجماعة هذوك اللي ضيوفها جايين من الغواط. راك سمعني؟ أنا معك. واش وقع؟ أصبح هذوك الغواطيين هذوك أصبحوا مستهدفين على أساس أنهم عبط كما نقولوا احنا. وقلبت كاع الأمور، وقلبت كاع الحالة، يعني قضية ما كاش حتى واحد حطها في راسه، رجعت ولات مشكلة ولات جرة. علاه؟ لأن برغم الناس راهم جايين يسبورتيو في الفريق نتاعهم، ولكن هذيك الخميرة هذيك نتاع هذاك إباضي وهذا مالكي، غير من بعد ولا المشكل في وسط اللعب، ومن بعد ولا هذوك راهم عرض نظلموا، ولات الحالة حاجة أخرى كامل. ولذلك أنا قلت الإشكالية المذهبية، وش معناها؟ أنا مذهبية، أنا مثلا عندما نشوف الإخوة في القرارة، عندي نعطيك مثال بسيط، نعطيك أسماء. كاين دكاترة مثلا، كاين دكاترة كانوا أصحابي كانوا يقراو معايا. أنا كي نتكلم مع الدكتور مصطفى العلوي، نتكلم مع الدكتور فقهاء الحاج، والله ما تدور في خاطري أبدا بلي هذا كله راه مضافي ولا ذاك راه عربي ولا مالك ولا إيطالي، أبدا ما تدورش في خالتي هذه أبدا. لكن هذا لا يعني باش نقول لك أنا بلي كل الناس المالكية ولا العرب هذوك اللي راهم بالقرارة عندهم هذه العقلية والو، ما عندهمش. عندهم كاين ناس غير أي فتنة أي زوبعة أي حاجة يدخلوا في يعني تنقلب الأمور عندهم إلى قتل وضرب وحرق وغير ذلك. ولذلك أنا تكلمت عن الإشكالية الغابية يجب معالجتها، بحيث الناس كلها في الإباضية في المالكية لازم يفهموا بأنهم أولا وقبل شيء أنهم إخوة مواطنين، وبأن المذاهب لا المذهب الإباضي ولا المذهب المالكي، رغم ما هوش حنايا اللي راني أنا على واش أنا طلبت الاجتهاد في هذه المسألة من طرف أهل العلم. لازم الناس
يعني كما قلنا على الشيخ تجدد، لازم الناس تجدد وتعطي للناس صورة أخرى. ما يجوش الناس تولي تاخذ، لأنك أنت ما تقدرش أنايا ولا أنت، لا أنايا شو أحمد شوشيش، أنا ولا أنت خلينا بصفة نقدروا نقولوا لا أنت تقدر تمثل المذهب الإباضي ولا أنا نقدر نمثل المذهب المالكي حتى ندعي بأن يعني هذا الشيء غير موجود فيه، لأن هذه المذاهب الموجودة قبلنا ستبقى بعدنا إذا لم يتخذ فيها، إذا لم يتناولها أهل العلم بالاجتهاد بحيث يتم فيها نزع هذه الفتائل اللي تبقى في وجدان الناس وتخلي العداوة قائمة بيناتهم. أنا هذه هي الإشكالية المذهبية من الجانب اللي يعني وقت إليه. بالنسبة للأقلية أنا بقول لك بكل صراحة لحد الآن نعاود نقول لك باللي أنا لا أؤمن بالأقلية في الجزائر، لأننا في الجزائر لا ينقسم لا على أساس الدين ولا على أساس المذهب ولا على أساس العنصر. احنا في الجزائر مواطنين، وأنا أنبه تنبيه شديد، يعني كنقول تنبيه شديد يعني أركز على التنبيه للإخوة لأنه الشيخ لازم يفيق، لأن كلمة الأقلية ليس كلمة بسيطة. كلمة الأقلية عندها معنى متعدي إلى خارج الوطن، والكلام فيها في الحقيقة هو يعني يحمل الإنسان مسؤولية كبيرة، لأن كلمة الأقلية هذا مش كلمة يعني فقط الإنسان يقولها ويفوت. كلمة الأقلية تترتب عليها أمور كثيرة، هذه الأمور لو كانت تجبد نقول لك ما خلق لاس، ولو كانت تجبد راها الضحية الكبيرة هم الإخوة اللي يقولوا بالله راهم أقلية، لأن الأصل أن الجزائر الناس ما همش كونتونات، الجزائر الناس مواطنين كلهم، نعم كل واحد حر في مذهبه، كل واحد حر في عقيدته، كل واحد حر في عنصره، كل واحد حر في ثقافته، ولكن ليس كل واحد حر باش يدير كونتينر ويبغي يستقل بمنطقة ويستقل يعني بحقوق خاصة به، ويولي هذه الحقوق يعتبر بأنها الجزائريين المجتمع الجزائري ولا الدولة الجزائرية هذه ولا واحدة أخرى، إما أن تعطي هذه الحقوق ولا يطلبها من طرف واحد آخر. مانيش نقول لك أنت يا سليمان، راني نقول لك بس هذه النقطة هذه تاع الأقلية. كلمة الأقلية يجب أن ننتبه إلى أنها مصطلح خطير لا نتناولها احنا ببراءة لنعبر بها على مثلا أن مجموعة من المواطنين هضمت حقوقها. لا ينبغي أن نتكلم بهذه البراءة ونحن نعرف بأن هناك أناس يعرفون جيدا كيف يوظفون مثل هذه القضايا ويجعلون كلنا ضحية. ولذلك أنا رفضت وما زلت أرفض هذه القضية بتاع الأقلية. أنا أقول الإنسان اللي عنده حق يطالب به، واللي إنسان اللي راه مجرم، أنا شخصيا أي إنسان تعدى على أي جزائري مهما كان لونه يجب إنزال أشد العقوبة به، خاصة إذا كان عنده القضية قائمة على أساس عنصري ولا على أساس طائفي ولا على أساس، لأن هذه الأمور في الأصل ما عندناش. هناك أناس يريدون اختلاقها في بلادنا. أنا يا شيخ أقول لك حاجة، أنا يا إنسان ظلمت، ولكن عمري ما درت حساب اللي ظلمت في إطار طائفة. ممكن كاين الناس يقولوا إسلاميين، أنا شخصيا بالرغم من أني محسوب على اعتباري أنني ظلمت، يعني أنني مستهدف لأنني إسلامي، ولكن لا أرجع لكل كلامي. أنا عمري ما قلت بأنني استهدفت لأنني إسلامي، لا، أنا استهدفت لأنني كان لي موقف مع الحق،
والنظام يعرف جيدا بأنه لو كان جا النظام على الحق كنت أنا باش ندير فيه وما يهمنيش فيه. ولذلك الموقف ماهوش متعدد ولا متعدي. الأقلية أنا عندما قلت ما نقولش بها هذا لا يعني بأنني يعني أنفي المعادلة بتاع أن الإخوة الإضافية يعني حوالي 4 مليون في 30 مليون يعتبرون أقلية. لا، أنا قلت ماهيش أقلية لأنني أعتبر كلمة الأقلية كلمة خطيرة جدا وتترتب عليها أمور نقولها احنا اليوم ومن بعد ما نقدروش نحلوها في المستقبل.